وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رمضان معكم أحلى. مثل ما وعدناكم بالحلقات السابقة إنه رح يكون في عنا أيام بمول إعزاز، ورح تكون اليوم معكم جوائز وأسئلة. تابعوا معنا ولنشوف مين رح يكون رابح معنا اليوم. بتعرفينا على حضرتك؟ هناء حمادة من وين؟ من ريف حلب. شو اسم مدينتك؟ معات الأرتيق ضيعة. نحن من ريف حلب الشمالي بطرف حلب. تمام، حلو كتير. تحكي لنا عن مدينتك، شو فيها هيك شغلات؟ نحن كنا من سكان البلد، سكان الأشرافية. كانت منطقة شعبية وتجارية بنفس الوقت. كان فيها أجواء لسه غير هيك كتير. إنه كان شو أجواء؟ احكي لنا. هلا أجواء رمضان كانت كتير عامرة فيها. كان في عندك أجواء مثلا الإفطار. إيش بتحبي مع الزوطات؟ طيب هلا نحن اليوم من مول إعزاز حابين نربحك معنا، نسألك سؤال وبتجاوبينا عليه. السؤال بيقول: لقب زوجات الرسول. في أم المؤمنين عائشة. كلهم لقب، كل الزوجات أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين، صح. بتربحي معنا جائزة. إجابة صحيحة. بتربحي هدية مقدمة من مكتبة كشكول بمول الإعزاز بالأبوك، تقدري تستلميها مباشرة. الله يعافيك. لبرنامج رمضاننا معكم أحلى، واليوم حبينا تكون مشاركة من ضمن مول إعزاز. أول شيء بتعرف عليك؟ أحمد بدوي. من وين يا أحمد؟ من جبل الزاوية. جبل الزاوية. بتعرف شيء عن مدينة حلب؟ شوي مو كثير. بتعرف وين ساحة الحرية موجودة بحلب، بحي من أحياء حلب؟ ساحة الحرية. مساحة اسمها ساحة الحرية بحلب، معروفة كثير. صار في عندها أحداث ثورية كمان. بأي حي من أحياء حلب؟ دقيقة. هلا إذا ما عرفت ننتقل لسؤال غيره. إلا سؤال غيره. هذا السؤال رح نتركه للمتابعين يحطوا لنا بالتعليقات إنه ساحة الحرية بأي حي من أحياء حلب اللي كثير مشهورة. هذا انتقل لعندك سؤال ثاني. من النبي الذي سجن؟ كان سجن ظلم طب عليه. يوسف عليه السلام. صحيح، إجابة صحيحة. سيدنا يوسف سجن. تعرف كم سنة؟ 10 سنوات. يقال 7 سنوات، ويقال أكثر من 7 سنوات. المهم إنه إجابتك صحيحة، وشكرا كثير لك لمشاركتك. شكرا لكم. بس قبل ما نكمل الجائزة وأعطيك الجائزة، هي من ضمن المول طبعا. شو جاي تعمل بالمول؟ والله جاي هيك شوف اتفرج. بس هيك فتلة يعني وبتطلع؟ تمام. ايه هيك. أنت ورفقاتك بتجوا بتسووا؟ ايه هيك. نجي انا والشباب نتفرج. يوميا بعد الإفطار عندكم طلعة يوميا نحن طلاب هون بالجامعة، فبنجي بنتفرج. شو عم تدرسوا الجامعة؟ هندسة معلوماتي. ليش اخترت هالفرع؟ حبيت مجاله وحبيت النطاق تبعه. إن شاء الله عقبال التخرج يا رب، ونفرح بتخرجك وتصير أعظم مهندس بخدمة سوريا الجديدة الحرة يا رب. تسلموا، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. رح هديتك مقدمة من الحسان للصرافة بقيمة 100 ليرة، تقدر تستلمها من مول إعزاز مباشرة. تعرف عليكي أكثر. أنا شيماء هلال، ومهجرة من سراقب وعايشة بإعزاز. بدنا تحكي لنا عن سراقب. سراقب يعني أنا بشوفها إنه هي أحلى منطقة بالعالم، يمكن لأني عشت فيها وبحبها كثير وتعلقي فيها كبير، فأنا بشوفها أجمل منطقة في العالم. احكي لنا شيء ذكرى لإلك بسراقب مستحيل تنسيها. في ذكريات كثير مستحيل انساها بسراقب، يعني سواء بيتنا ولا الحاره اللي انا عايشه فيها ولا رفقاتنا ولا اي الاصدقاء الجيران، كلياتهم ذكريات ما فيك تقولي ذكرى واحده بس، يعني كلها بشكل عام ما بتنتسى. اخر يوم تركتي فيه سراقب كيف كان شعورك، او شو الشيء ترك اثر فيكي؟ اكثر شيء ترك اثر فيني انا لما كنا عم نطلع من سراقب، كنت عم طلع ببيتنا، يعني تفاجأت اني فكرت حالي كأنه عم شوفه اول مره، يعني صرت هيك شوف شغلات حلوه كثير بالبيت انا ما كنت انتبهت لها يمكن هيك، فما بنسى هذا الموقف ابدا. ولما كنا عم نطلع من سراقب هيك بعد عنا شوي كثير كان شعور يعني صعب جدا. باي ذكرينا بالتاريخ اللي تهجرت فيه سراقب. الشهر الثاني، نحن بدايه الشهر الثاني تهجرنا ب 2020. بال 2020. حنسألك كمان عن أحداث الثورة. هلا حكيتي لنا عن حدث كتير مهم عن سراقب، بدنا نسألك عن حدث كمان كتير مهم. حدث مجزرة سميت بمجزرة نهر قويق، وأثارت ضجة كتير كبيرة بوقتها لأن كانت مجزرة جدا بشعة. وهي بأي مدينة حدثت هي المجزرة؟ بظن بمدينة حلب. بحلب بالقرب من حي، متذكرة اسم البستان هنيك، بستان شو بيقولوا له؟ والله ما بتذكر بحلب، بمدينة حلب كانت. صحيح، هي مضبوط، إجابتك صحيحة، وهي ببستان القصر بمدينة حلب. وهي الأحداث يمكن اللي ما لازم ننساهم بالمرة. طيب رح ننتقل كمان لسؤال ثاني نسألك إياه. بتعرفي الصورة اللي كانت سبب بدخول سيدنا عمر بن الخطاب إلى الإسلام؟
ما عندك خيارات؟ لا بنعطيكي خيارات. سورة الإخلاص، سورة الفاتحة، أم سورة طه؟ لا أكيد سورة طه. صحيح، إجابة صحيحة، سورة طه. هلا رح تربحي معنا يا شيماء قسيمة مقدمة من سما كافيه، طاولة مفتوحة بقيمة 150 ليرة. شكرا كثير لك. وشكرا كثير لك ولمشاركتك. شو اسمك؟ ألين. ألين. اوكي يا ألين، من وين أنت يا ألين؟ نعتاد. عم تصومي؟ إيه. كيف ملاقية الصيام؟ حلو. بتلاقي صعوبة، عم تجوعي، عم تعطش؟ شوي صعبة. قلبي ماما بتقدر تفطر؟ أحيانا ما؟ أحيانا إيه. لا بس ما شاء الله عنك أنت قوية وصبرك قوي. طيب رح أسألك سؤال عن عزاز، مو أنت من عزاز؟ إيه. اذكري لي أسماء الدوارات الموجودين بعزاز، الساحات. مال دوار كفين ودوار جمال ودوار الألعاب. صح؟ كمان دوار واحد واربحي جائزة، يلا. دوار ساعة. صح مزبوط، برافو، ربحتي معنا جائزة. شوفي كيف سهل السؤال. شكرا كثير لك لمشاركتك، ورح نربحك جائزة من محل مواسم هون بالمول بقيمة 125 ليرة. تقدر تسمعوا مباشرة. وانتم بخير. وانتم بألف خير يا رب. بس تعرفنا عليك؟ عامر الهادي من الغوطة الشرقية. ممتاز، من الغوطة الشرقية. معناتها نسألك سؤال عن الغوطة، مو شرط الشرقية، بجوز الغربية. كيف معلوماتك عن الثورة؟ يعني جيدة. تمام. الشهيد غياث مطر معروف، استشهد ب10/9/2011. من أي مدينة هو؟ بالغوطة، لكن ليست الغوطة الشرقية، الغوطة الغربية. غياث مطر من القلمون. لا، غياث مطر اللي ما قبل يحمل سلاح وكان يطلع مظاهرات بالورد. ما بعرف. غوطة غربية، تذكر شوي. داريا. صحيح، داريا، إجابة صحيحة. غياث مطر هو من داريا، واستشهد بعام 2011 من بدايات الثورة. رح تربح معنا جائزة، بس هي لزوجتك يعني، من معاطف عمار، عباية بقيمة 250 ليرة، بتقدر تستلمها مباشرة. تعرف عليك؟ أنا محمد الأحمد. من وين؟ من عزاز من هون. قائد لواء عاصفة الشمال. مبين صار. لا ما كمل في السنة. استشهد ب14/1/2013 وإله مقولة شهيرة. شو هو؟ عمار دديخي. بتعرف شو مقولته الشهيرة قبل ما أقول أنا؟ لا والله انت تقولي عندك انت، بس انا نسيانه، كنت بعرفها بس نسيانه. لا ارجعي قولي لي اياها انت. إجابتك صحيحة، ورح نذكر المتابعين بالمقولة الشهيرة لعمار دديخي. هي أنا زاهد، الدنيا لا يساوي عندي ظفر امرأة حرة عند معتقلات النظام. هو عم يقول إن ذهب الدنيا ما بيساوي عندي ظفر امرأة حرة في معتقلات النظام، وهي كانت من أشهر مقولاتهم عمار دديخي الله يرحمه. هلا أنت هيك ربحت معنا الجائزة. جائزتك هي من مول من سما كافيه بقيمة 100 ليرة، طاولة بقيمة 100 ليرة من سما كافيه. تعرفنا عليك؟ عبد الرحمن عساف من ريف المعرة الشرقي. من ريف المعرة. احكي لنا عن المعرة. بنسمع عن معرة النعمان انه مدينة اثرية رومانية فيها كثير اشياء حلوة، احكي لنا اكثر. لا، المعرة بشكل عام يعني جميلة جدا كأثر، بالنسبة للآثار وبالنسبة لكل شيء من جميع النواحي يعني، وبتشتهر بجميع الأكلات والمشروبات وزراعة. شو؟ بالزراعة الريف الشرقي كلياته بيشتهر بالكمون والسودا والحنطة والشعير وهكذا. في عندك كمان مشاريع كمان الجبس والخضروات كمان. أرض خصبة يعني المعرة. شايفينك اليوم بالمول هيك فتلة ولا عم تتسوق؟ نتسوق اي والله. كيف شفت الأسعار؟ والله يعني مقبولة ووسطية الحمد لله. بتدرس أنت هون؟ ايه. شو عم تدرس؟ تمريض سنة ثانية. ما شاء الله، إن شاء الله عقبال التخرج وتصير من أهم الناس يا رب. طيب هلا بنسألك سؤال، ننتقل للأسئلة. في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 12 ربيع الأول. إيه بس هذا العام له اسم، عام شو؟ 571 عام الفيل. أيوه تمام، عام الفيل. عام الفيل، إجابة صحيحة. وبتربح معنا جائزة مقدمة من سما كافيه، طاولة بقيمة، بتشوف. الله يعافيك، تشرفنا فيك.